بقينا كنقراو القران حتى بدا كيدينا النعاس، حتى كنسمع مريم عشيم. قفزنا بجوج من الناموسيه. القصه ديال اليوم داكشي اللي كتبغيو واللي كتطلبوا مني ديما، قصه ديال الرعب ديال الجن والاشباح. خليكم حتى الاخر باش تكتشفوا الاحداث ديالها اللي عامره بالاثاره والتقلبات. القصه دايره بحال شي فيلم وكتخلع، ولكن 100% حقيقيه. قبل ما نبدا القصه قررت انني ندير لكم واحد الجيف واي باش نشكركم على الحب والدعم ديالكم. غادي نخلي لكم الشروط ديال المسابقه في الاخر ديال لا فيديو باش تقدروا تشاركوا. الهدايا غادي يكونوا ديال البنات وديال الولاد حتى هما. ودابا غادي نبداو مع الاحداث ديال القصه. القصه ديالي غادي تبدا من ليله عرسي. انا تزوجت في عام 2006. في التقاليد ديالنا العروسه كدير النهار ديال الحنه ولا غد ليه الزغاريت فين كنتجمعوا ونشطحوا وننشطوا مع بعضياتنا، وشي سيمانه ولا 15 جوغ موراها راجلي كان عنده العرس ديالو. بحكم انه عروبي وكانوا عندهم التقاليد ديالهم كيجيبوا في العرس الخياله، النقافات، الجروب وزيد وزيد. المهم كل واحد وعلى حساب جهده، والعرس كان غادي يكون في العروبيه. العرس اللي درت من جهتي داز بخير وعلى خير، كل شيء داز مزيان. لغت ليه فقنا وفطرنا وارتاحينا شويه، ومن بعد جا راجلي وقال لي عندي لك واحد لا سوربريز. قال لي غادي نسافروا انا وياه واحد 3 جوغ باش نفوجوا ونرتاحوا شويه قبل ما يوصل النهار ديال العرس اللي موجد من جهته. المهم كنا بجوج بينا عيانين من التوجاد والفكره عجباتني، والمدينه فين كنا غنمشيو كانت قريبه بزاف لمدينتنا وحده البحر، وكنا غادي نجلسوا في واحد الكابان. صافي جمعت حوايجي في واحد الشنطه صغيره وشدينا الطريق. ملي وصلنا لحدا البحر كانوا بزاف ديال لي كابان، وبانوا لي الناس خارجين داخلين، الحوايج منشورين، يعني ديك البلاصه كانت عامره بالناس، والديور كانوا عامرين، يعني مخيمين فيهم ناس بزاف. صافي كملنا في طريقنا حتى وصلنا للجهه اللي فيها الكابانون اللي كرا لينا راجلي. هو في الاصل كانوا شي 3 ديال لي كابانون مجموعين في بلاصه واحده، كان واحد لتحت، ثاني فوق منه، والثالث كان فوق وكان اون فاس مع الكابانون الثاني، والثالث هو اللي كنا غادي نجلسوا فيه. المهم بقينا في الطوموبيل انا وراجلي كنتسناو السيد اللي غادي يعطينا السوارات واللي كرا لراجلي الكابان. بقينا شي 2 دقائق حتى كيقول لي راجلي راه هو بان لي. انا ما شفت والو، ولكن راجلي مشى عنده. بقيت كنقول مع راسي مال هذا حشمان واقف بعيد، ولكن ما ديت ما جبت. مشى عنده راجلي خدا السوارات وجابهم، وديك الساعه قدرنا اننا ندخلوا للدار. كان السكات والكالم في ديك الجهه كامل، بحال ما كاين حتى شي واحد من غيرنا. الدار كانت زوينه نقيه ومفرشه مزيان، فيها الحمام، كوزينه، بيت الدراري وبيت النعاس والصالون، وفيها واحد لا تيغاس كبيره اللي كتطل نيشان على البحر. ملي طليت ما كيبان ليا حتى شي واحد، عكس الجهه اللي كانوا فيها لي كابالون اللي شفنا في الاول اللي كانوا عامرين بالناس وفيهم الرواج. صافي تانستالينا، قدينا حوايجنا، صلينا، وراجلي قال لي انا غادي نمشي نبلاصي الطوموبيل في شي بلاصه مزيانه حدا العساس، حيت خاف لا يجي الديباناج يديها ليه ولا يمشيو يهرسوا ليه الطوموبيل ولا شي حاجه، حيت ديك البلاصه في الليل كانت معروفه ما مامناش شويه، وكانوا فيها شي وحدين ماشي تما. انا قلت ليه اوكي وهو يمشي. دخلت انا باش ندوش، خرجت بالزربه ما تعطلتش، بدلت حوايجي ومشيت للصاله. حتى كيبان لي راجلي ناعس في الصاله ومتكي على كرشو. قلت ليه اواه دغيا جيتي، ولكن ما جاوبنيش. بقيت كنضحك معاه وكنقول ليه مالك منخلني ياك ما غضبان، ولكن عاوتاني ما جاوبنيش. صافي رجعت للبيت اللي كان اونفاس مع الصاله، وبقيت كنهضر معاه من تما وكنشد فيه وكنضحك معاه. بقيت كنقول ليه ياك ما كتسناني نجي نحزرك، وتما بقيت هاي دافع عليا كبير، ولكن والو ما جاوبني حتى مره. حتى شويه كيبان ليا تليفوني كيصوني. ملي طليت على النمره كتبان ليا ديال راجلي. ما جاوبتش في التليفون، وانا نقول ليه انت معايا وجالس كتصوني عليا، بغيتيني نجاوبك؟ ونوض بدل عليك دوك الحوايج، حيد ديك التجين وديك القميجه وسير دوش، راك انت عييتي من الطريق، ويلا نخرجوا شويه لا تيغاس نجلسوا فيها ناكلوا نتفرجوا شويه، المهم ندوزوا هذا النهار. ولكن ملي كنعاود نطلع عليه في الصاله كيبان ليا باقي في نفس البوزيسيون، ما تحرك ما والو، وتليفوني مازال كيصوني بحال كيتفلى عليا. حتى شويه كنسمع الدقان في الباب، والصوت ديال راجلي كيقول لي مريم حلي لي الباب انا رشيد، حلي لي الباب راني نسيت السوارت لداخل. في هذه اللحظه جمدت في بلاصتي، سديت عليا بيت النعاس وانا نجاوبو في التليفون. قلت ليه كيفاش كتقول لي نسيت السوارت وانت يلاه كنتي متكي في الصالون؟ قال لي حلي لي الباب، راه ما بغيتش نبقى كندق هكا غادي نصدع الناس. قلت ليه ما غاديش نحل حتى نشوفك، اجي حدا الشرجم ديال البيت باش نطلع عليك. ملي طليت كيبان لي راجلي نفس اللي ناعس في الصالون بنفس اللبسه وكل شيء.
بغيت نحماق، بديت كنقول ليه زيد قرب مزيان حتى نشوفك بوضوح. مع ديك الوقيته كان المغرب وكان الضو ديال الشمس ضارب ليا في عينيا. هو راجلي ما فيهاش الشك. في الاخر شفت حتى عييت وانا نلوح ليه السوارت. صافي بقيت في البيت حتى دخل وجا كيدق عليا. ما بغيتش نحل ليه، كنقول ليه سير شوف شكون ناعس في الصاله. كيقول لي راه ما كاين حتى واحد. المهم صيفطو مشى كيقلب في الدار كامله حتى بديت كنسولو شنو جبتي لي النهار فلان فلاني، شنو قلتي لي في الوقيته الفلان فلانيه. المهم بقيت حتى تاكدت باللي هو فعلا راجلي. عاد حليت ليه الباب، بقيت كنبكي وكنقول ليه حشومه عليك كتفلى عليا، دخلتي وخرجتي دغيا باش تخلعني. ولكن هو بقى كياكد ليا وكيحلف باللي يلاه جدها. المهم عاودت ليه كاع داكشي اللي شفت. في الاول ما تيقنيش، بدا كيقول لي راه واقيلا غير تخيلتي، ولكن في الاخر تاق بيا وقال لي صافي نساي دابا وديري بحال لا موقع واعر. صافي حاولت ننسى وقلبناها ضحك، تفرجنا تعشينا ومشينا باش نعس. يلاه تكينا حتى كنسمعوا والموسيقى بالانواع والاشكال. بدينا كنضحكوا وهو يقول لي شوفي على زهر، جينا هنا باش نرتاحوا من هاد الاجواء ديال العراسات، حتى كنلقاو الناس معرسين غير حدانا. الموسيقى كانت مجهده والزغاريت والشطيح والرديح. شويه بدينا كنسمعوا الضحك بزاف. قلنا هذا واقيلا ماشي عرس، يمكن شي حفله ولا انيفرسير. المهم الموسيقى كانت مخلطه بحال ماشي غير دار وحده وبحال كل وحدين وباش محتفلين. شويه وهو يقول لي يا راجلي واش ما لاحظتيش هذا الشيء بحال عندنا وسط الدار؟ هو يبان لينا من تحت الباب ديال البيت الضوء شاعل في الدار. قلت ليه ياك ما نسيتي؟ قال لي لا، باللي هو متاكد طفى كاع الضواو اللي في الدار ودار على الشراجم كاملين سدهم وحتى من الباب ديال لا تيغاس سدو. شويه الموسيقى بدات كتجهد بزاف. ناض راجلي باش يشوف، بقيت كنرغبو كنقول ليه عافاك ما تخرجش من البيت، ما عرفتيش شنو يقد يوقع لك الا حليتي الباب. ولكن هو راسو قاصح ومشى. مع حل الباب ما كيلقى حتى شي حاجه، رجع الكالم والسكات بحال ما عمر ما كانت شي موسيقى. وحتى من الضو طفى. راجلي شعل الضو ديال الدار كامله. خرجنا لا تيغاس والو كلشي عادي، السكات وما كاين حتى واحد. رجعنا للبيت بقينا كنقراو القران وبقينا غير متكين. بقينا هكاك شويه حتى بدا كيدينا النعاس. المهم ما بين النعاس والفياق حتى كنسمع مريم عشيم. قفزنا بجوج من الناموسيه. قلت ليه شوف يلا نمشيو دابا في حالنا من هاد الدار، ما نزيد فيها حتى دقيقه واحده. ولكن هو قال لي نقدو نكونوا غير كنحلموا ولا شي حاجه. كيفاش كنحلموا بجوج بينا غادي نحلموا نفس الحاجه؟ وزيدون انا ما كنتش كاع ناعسه، يلاه بدات كديني عيني. دونك عارفه راسي شنو سمعت. موراها بدينا كنسمعوا الاغاني بالاشكال والالوان والضحك الضحك بزاف. وماشي داك الضحك الزوين، واحد الضحك كيخلع. والدقان في الباب بحال شي واحد كيحاول يفرع على الباب وكيعيطوا لينا بسمياتنا والغوات والقربانه. قلت لراجلي عيط دابا لداك السيد اللي كرا لي كيجي عندنا يخرجنا من هنا، حيت ما كانش يمكن لينا نخرجوا لراسنا. ديجا الطوموبيل كان حاطها بعيده، دونك من غير الجنون اللي كيتسناونا في الباب ديال البيت يقدر يتعرض لينا شي واحد في الزنقه ونصدقوا في شي حاجه اكثر. راجلي بقى كيعيط لمول الدار ولكن والو، تليفونه طافي. هزيت تليفوني باش نعيط لخويا ولكن ما فيهش الريزو. ملي كنمشي حدا الشرجم كيبان لي الريزو طلع ولكن لابيل ما كيبغيش يدوز. صافي بقينا جالسين في البيت، داكشي كيحبس واحد شويه وعاوتاني كيبدا، والغوات والهرج عاوتاني. صافي سلمنا امرنا الله وقلنا غادي نصبروا حتى للصباح ونمشيو في حالنا. بقينا كنقراو في القران وكنستغفروا الله. حتى شويه كندور عند راجلي كنلقاه كله كيقطر بالعرق وطالع عليه السخانه بزاف. عطيتو دوليبران وبديت كنبرد ليه راسو بواحد الفوطه فازقه، وبدا كله كيترعد وكيدخل ويخرج في الهضره وكيقول لي فيا البرد غطيني. صافي راه الموت هادي شداتني. بقيت كنحاول نهبط ليه السخانه ونكالميه وفي نفس الوقت كنسمع الضحك والضو كيطفى ويشعل وداكشي عاوتاني كيتعاود. صافي بغيت نحماق، ما حيلتي لهذا الشيء ولا لراجلي اللي مغيب. عقلي مشى بعيد وبديت كنفكر في شي حوايج. بديت كنقول في راسي ولا وقعت لي شي حاجه شنو غادي ندير؟ ولا مات بصح شكون غادي تيقني؟ واشنو غادي نقول لعائلته؟ عندك نموتوا بجوج بينا ولا نمشيو نحماق؟ مهم بزاف ديال الافكار وكل وحده كفس من الاخر. حتى من تليفوني قرب يدي شارجه وما قاداش حتى نتحرك من بلاصتي. بقيت صابره الليل كامل كنطلب الله غير ما توقع لراجلي حتى شي حاجه، وكنقول هادي والتوبه عمري ما باقا نبات في شي بلاصه من غير داري. الغنى والضحك ما حبسش، جميع انواع الاغاني سمعتهم في ديك الليله. صافي ما عقلتش على راسي حتى كنسمع راجلي كيقول لي مريم نوضي راه الصباح طلع. صوتو كان عيان وباينه فيه مريض بزاف. صافي هزيت حوايجي بالزربه وخليت شحال من حاجه ديالي في الحمام وخرجنا كنجريو. راجلي عاود عيط لمول
يدخل للدار باش يعطيه السوارت، ولكن تليفونه مازال طافي. قلت ليه خلي ليه سوارته تحت الطابي ويلاه نمشيو فحالنا. وحنا غاديين للباركينغ فين كاينه الطوموبيل، تلاقينا واحد السيده تما كتكري لي كابانو وعندها واحد ساكنه فيه. قلت على الله تكون عارفه شي حاجه، المهم كنت باغا نفهم شنو كاين. ملي سمعتنا كرينا داك الكابانو تصدمات، قالت لينا والو دخلوا تشربوا عندي اتاي. في الاول ما بغيناش حيت كنا باغيين غير نمشيو فحالنا من ديك البلاصه، ولكن هي اصرت علينا ودارت معنا الصواب دونك دخلنا. حنا نعاودوا ليها كاع داكشي اللي وقع بلي ديتاي وهي تشرح لينا، والجواب ديالها صدمنا. قالت لينا بلي داك الكابانو طاحت فيه الروح شحال من عام هادي، وبلي حتى شي واحد ما كيسكن فيه، والمخزن هو اللي سدو، لا هو لا دوك لي كابانو الاخرين اللي حداه، وحتى واحد ما عنده الحق انه يدخل ليه. قلت ليها ما يمكنش، راه الدار نقيه، ريحتها زوينه، فراشها جديد، حتى من الورد كانوا حاطينه لينا. قالت لنا بلي ديك الدار ديما هكاك فيها الشطيح والريح والغنى وكل شيء عارفها باللي مسكونه. اللي استنتجنا واللي بان لينا في هذا الشيء هو غادي يكون شي نصاب بدل الدار السوارت وبدا كيكري للناس اللي ما عارفينش بالتخبيه، ومن بعد كيبدل مرتو وهي غاده. داكشي علاش واقيلا مرتو كانت طافيه، يمكن حتى تسالي 3 ايام وديك الساعه غادي يشعلها، ولا كان عارفنا غادي نخليو ليه السوارت تما. من بعد جا ولد هذيك المراه هو واحد جوج صحاب ومشاو كاملين مع راجلي باش يشوفوا الدار. لقاو الساروت مازال في بلاصتو، مي ملي بغاو يحلوا الباب ما بغاش يتحل. الدراري شكوا واش هذاك النصاب يكون جا وبدل السوارات ولا بدل السقطه ديال الباب، ولكن راجلي كان متاكد بلي هذاك هو الساروت. ملي راجلي عاود لي هذا الشيء ما استغربتش، حيت ديك الدار كانت 100% مسكونه. المهم ما بقيت باغا نفهم والو وبغيت غير نمشي في حالي ونبعد من ديك البلاصه. راجلي شرح لي بلي فاش بغى يكري الدار جا غير كيدور تما بالطوموبيل، حتى تلاقى مع واحد الراجل لابس كلشي في الكحل، جاكيت ديال الكوير كحله، سروال كحل وصباط كحل، حالته كانت نقيه وكيبان عادي. راجلي سولو على شكون كيكري لي كابانو وهو يقول ليه بلي راه عنده واحد 3 ديال الكرا ووراهم ليه. هذه كانت هي كيفاش راجلي كرا تما، يعني كلشي كان بالصدفه. المهم رجعت لدارنا وما عاودت حتى حاجه لدارنا. راجلي كان عيان، مشى لدارهم باش يرتاح ويوجد العرس ديالو في العربيه. صافي جا النهار ديال العرس دوزناه، واخا داكشي كان مازال مأثر عليا وكنت كنفكر غير فيه، ولكن حاولنا ننساو ونعيشوا حياتنا عادي، وقررنا نبقاو غير في الدار من مور العرس. كنا ناويين نسافروا قبل، ولكن مور داكشي اللي وقع درنا بناقص. سال العرس وكلشي مشى في حاله، وهنا بداو المشاكل. ولينا كل نهار الصداع والمشاكل انا وراجلي، وليت ما حاملاش وحتى هو ما حاملنيش. كل نهار كندابز ولات كتبان ليا صورته بحال الحيوانات، وهو ولا غير كيدخل الدار كلشي كيبان ليه كحل. بقينا على المدابزات وداكشي غير ما كيزيد وبلا حتى شي سبب. حتى مشيت في حالي عند امي وطلبت الطلاق، ما بقيتش قاده نعيش معاه وللاسف طلقنا. ولكن حالتي كانت غير ما كتزاد، كان غير كيوصل العصر قلبي كيتقبض وكتشدني واحد الخلعه، ولا كلشي كيخلعني. حتى من واحد مكيات ديال الدراري الصغار وليت غير كنشوفهم كنتخلع منهم وكنبدا نبكي. وليت كنبقى مخشيه في امي النهار كامل، ملي كيودن العصر حتى كيودن العشاء. عاد كنحس براسي مزيان وكتولي عجباني الحياه، وكنرجع ناكل وكنرجع نضحك، وكنبدا نقول لهم عافاكم ديوني عند شي راقي ولا جيبوا لي شي راقي، وكنقول لهم بلي انا باغا نتعالج. وبقات حالتي هكا كتدهور نهار على نهار، حتى قديت نعاود لامي كاع داكشي اللي وقع. وتما بدات كتغوت عليا وكتقول لي علاش ما قلتي لي حتى شي حاجه. وهما يجيبوا لي واحد الراقي بدا كل نهار كيقرا عليا القران، وبديت كنعاون راسي بالاذكار والصلاه والاستغفار، وكنشرب الماء مقرا عليه القران. وبقيت على هاد الحاله حتى فرجها عليا ربي، وليت كنتحسن وبديت كنتشافى شويه بشويه وكنكثر من ذكر الله، حتى فاتني الحال ومشيت لمدينه اخرى وخدمت وقدرت نعاود حياتي من جديد. كانت هذه هي القصه، ما دخلتش بزاف في لي ديتاي ديال كيفاش انها قدرت تولي بخير وتعاود حياتها من جديد، حيت الصراحه دازت عليها بزاف بزاف بزاف. ولكن الحمد لله على كل حال هذه كيف ما كنقولوا كانت ابروف من عند سيدي ربي باش يمتحن الصبر ديالها، والواحد خاصو ديما يصبر ويحمد الله كيف ما كانت الحاله ديالها. كنتمنى الشفاء لكاع الناس اللي فايت وقعت لهم شي حاجه بحال هكا ولا اللي كيعيشوا شي حاجه بحال هكذا. كنتمنى تكونوا خديتوا العبره من هذه القصه، وما عمركم ما تحطوا رجليكم في شي بلاصه وانتم ما كتعرفوهاش مزيان ولا ما مسولينش عليها. بالنسبه للجيف واي غادي نخلي لكم الشروط ديال المسابقه هنايا في الاخر ديال الفيديو. دخلوا عندي الانستغرام الا بغيتوا تبارطاجيو معايا القصه ديالكم، وما تنساوش تابوناو لاشين وتلايكيو لا فيديو اللي عجبتكم. نتلاقاو في فيديو قريب، باي باي.
عشية